اهم حاجه للتعاون مع الاطفال ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان على اقل حاجه او على ابسط حاجه بنحاول ان احنا نشجعهم. دايما بنحاول ان الكلاس روم بتاعنا او البيئه بتاعتنا في الكلاس روم تبقى بيئه هاديه ما فيهاش ستريس او انكزايتي خالص. ده بيساعد ان هم يتطوروا بشكل اسرع وبيساعد ان التعلم بتاعهم يبقى برودكتيف اكتر. احنا بنشتغل على الطلاب من ناحيه سكيلز مختلفه، بنساعدهم في الليسننج وفي الرايتنج والسبيكينج. واهم حاجه ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشتغل اكتر على الليسننج، لان ده بيساعدهم ان هم يتكلموا اكتر. بنلاقي برودكتيفيتي في السبيكينج معاهم او في مستوى المحادثات معاهم. بنشتغل معاهم كتير في موضوع الرايتنج، بنحاول على قد ما نقدر ان هم يكتبوا باراجرافز كل فتره. بيبقى فيه جرادويشن بروجكت معاهم في اخر سيشن، ده بيشتغل معاهم على الرايتنج، وبرده بنخليهم ان هم يقولوا البرزنتيشن بتاعتهم قدام زمايلهم، بحيث ان ده بيعلي من عندهم السيلف كونفيدنس بتاعتهم فبيتطوروا بشكل اسرع. بالنسبه للسبيكينج بقى بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلي الاطفال يخشوا في conversations together في السيشن، يخشوا في ديبيتس ومحادثات، وكمان بيبقى عندنا جزء معين في السيشن بنخليهم نقرا الستوري، وده بيخليهم يتعلموا السبيكينج او يتكلموا بطريقه لذيذه وفن وممتعه. التيتشرز عندنا مدربين على احدث الاساليب في التعامل مع الاطفال بشخصياتهم المختلفه، وده بيخليهم برضو مدربين ان هم يتعاملوا مع الظروف المختلفه اللي ممكن تحصل خلال السيشنز. بلس ان هم بيبقوا عارفين يتعاملوا ازاي مع الاطفال ومختلف شخصياتهم ومختلف اعمارهم كمان.